السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع. ان شاء الله تكونوا بخير. الوصفة تاعي راح نشوفوا كويرات السردين، راح نشوفوا هذه الطريقة. صدقوني يعني تجي هايلة، تجي بزاف بنينة، خاصة كي تكون عندكم كمية قليلة تاع السردينة. راح نداويوها او تحضروها بالطريقة هذه، راح تحصلوا على كمية كبيرة تاع السردينة. هذه السردينة انا راح نحضرها بصلصة الطماطم كما قاعد تشوفوا البنات في الصورة. صدقوني يعني وصفة هايلة، تجي بزاف بنينة. انا هذا الفيديو عندي مدة عامين نزلته على قناتي، وحبيت نعاود هذا الفيديو بهكذا تستفادوا منه. هذا الفيديو انا صورته في دار عجوزتي الله يرحمها. كما قلت لكم البنات عندي مده عامين ملي شاركته في القناه، وزيدت عاودت هكذا نشاركه معكم او بارطاجيته معكم البنات باش تستفادوا من هذه الوصفه. يعني صدقوني وصفه هايله، تجي بزاف بنينه. هنا السردينه البنات حطوا كل وحده على حسب افراد العائله تاعها. غسلوا السردينه تاعكم، نقيوها. الطريقه كيف نقيو السردينه كاين فيديو على قناتي، يعني خاصه البنات اللي قاعدين يتعلموا. نزلت فيديو على قناتي الطريقه كيف نقيو السردينه. هنا عندي كميه تاع الروز، عندي كميه تاع السردينه او الحوت، كل واحد كيفاه يسميها. هي السردينه البنات هي اللي نستعملوها في هذه الوصفه. شوفوا بعد انا من لقيتها نحيت لها شوك هذاك اللي يجي لداخل، اللي يجي تاني في الظهر تاعها. عندي هنا كميه تاع صلصه الطماطم، عندي حبه تاع البصل. البصل باه نحضروا الصلصه وباه نحضروا باه نداويو السردينه تاعنا. عندي ملعقه كبيره طماطم مصبره، كميه تاع الرند، كميه تاع فلفل احمر، كميه تاع الكمون، فلفل اسود، عندي كميه تاع الدبشه والمعدنوس، كميه تاع الثوم والملح، عندي زيت الزيتون، وعندي عصير نصف حبه ليمون. هنا شوفوا البنات كي تحطوا كميه تاع السردينه تاعكم، الكميه تاع السردينه تجي شويه اكثر من الكميه تاع الروز انا غليته في الماء وكميه قليله تاع الملح. هنا كميه تاع السردينه تاع البنات، شوفوا بعد ما نحيت لها هاد العمود الفقري تاعها حطيته في كميه تاع الماء مع شويه تاع الرند وكميه تاع الفلفل الاسود كميه تاع الملح، وحطيتهم فوق النار خليتهم يغليو مده 10 دقائق هكذا. باه من بعد هذاك الماء نمرق به الصلصه تاعي. الصلصه راح تجينا بنينه هايله كي نخدموا بهذه الطريقه. هنا عندي في مقله انا راح نحضر صلصه الطماطم. نحطو كميه تاع الزيت، نحطو ملعقه كبيره تاع البصل، نزيدو نضيفو ملعقه كبيره طماطم مصبره. انا حطيت الكميه هذه تاع البصل، وهذه الكميه من بعد راح نحطها في السردينه، راح ندوي بها السردينه. نزيدو نحطو ورقه تاع الرند، كميه تاع الفلفل الاسود. كما قلت لكم البنات هذا الفيديو انا عندي مده عامين نزلته على قناتي، وكانت يعني القناه مراهيش مش معروفه بزاف. حبيت نعاود هذه الوصفه معكم ونشاركها هكذا معكم البنات. صدقوني يعني وصفه من اروع الوصفات اللي رايحين تحضروهم. سردينه تجي هايله، تجي مداويه، تجي بنينه بزاف. انا حطيت انا كميه تاع البصل تاعي خليتها عفوا بعد ما تقلات مع الطماطم مصبره. زيت ضفت الكميه تاع فلفل حمار، زيت ضفت كميه تاع الثوم. غنضيفو كميه قليله تاع الماء تاني ونقليو كل المقادير هكا مع بعض، يعني كما قاعد نشوفوا فيهم في الصورة. عندي هنا صلصة الطماطم، صلصة الطماطم حطوا او عفوا عندي طماطم هنا حب البنات انا رحيتها. حطوا نتوما على حساب كمية تاع السردينة اللي عندكم. الا كان عندك كمية كبيرة كتروا شوية كمية تاع الطماطم. انا عندي هنا 5 حبات تاع الطماطم رحيتهم، وزدت ضفتهم الكمية تاع البصل تاع الطماطم خليتهم تقلاو مليح مع بعض. يعني هذه الصلصة كي تحضروها بالطماطم تاع الحب تجيكم هايلة بنينة. هنا البنات انا بعد ما تقلات مليح الطماطم قليوها مليح، نزيدو نضيفو كميه تاع الماء هذاك اللي طيبنا فيه العمود الفقري تاع السردينه او هذاك الشوك ولا كل واحد كيفاه يسميه. انا صفيته البنات، شوفوا صفيته مرقت به صلصه الطماطم. صدقوني يعني تجي هايله بنينه. نحافظوا هذا هكذا على القيمه الغذائيه تاع السردينه تاعنا، يعني ما نرميو حتى حاجه منها باه الصلصه تجينا بنينه. ضفت هنا كميه تاع الملح وخليت الصلصه تاعي طيب. هنا نرجعوا البنات الكويرات تاع السردين كيفاه نحضروهم. هنا كما قلت لكم كل وحده سردينه تحطها على حسب افراد العائله تاعها، خاصه كي تكون السردينه غاليه او عندكم كميه قليله تخدموا بالطريقه هذه راح تخرج لكم كميه الله يبارك ما شاء الله، تجيكم يعني كميه كبيره. هنا الكميه تاع السردينه تقدروا تحطوا 200 غرام سردينه مع 100 غرام تاع الروز. الكميه تاع السردينه تجي اكثر من الكميه تاع الروز. هنا انا ضفت ملعقه صغيره فلفل، نصف ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره كمون، ضفت 4 سنات تاع الثوم. نزيدو نضيفو هنا حبه صغيره تاع البصل. يعني البنات شوفوا دائما كل ما نعطيكم اي وصفه الكميه تاع التوابل حطوا على حساب الكميه اللي تكون عندكم تاع اللحم او تاع السردينه او تاع الدجاج. انا زدت عصير نصف حبه ليمون. هنا عندي ربطه تاع الدبشه وربطه تاع المعدنوس او الحشيش. نخلطوا هكذا كل المكونات مع بعض. نزيد نضيفوا الكميه تاع الملح. هنا نزيد نضيفوا كميه تاع الروز،
كما قلت لكم انا كميه تاع الروز تاعي، غسلت الروز حطيته يغلي مده 15 دقيقه وهو يطيب، يعني طيبوه نصف طياب هكذا باه السردينه تاعكم من بعد تجيكم طريه ما تجيش ناشفه. عندي تقريبا نصف كاس زيت الزيتون. انا هنا كانت عندي كميه كبيره تاع السردينه، هنا تقريبا 2 كيلو تاع السردينه. نخلطوا كل المكونات مع بعض كما شفتوها. هنا زيت الزيتون يمشي بزاف مع السردينه، والسردينه تجينا بنينه. راح نضيف حبه تاع البيض، نخلطوا مليح. هنا نرجعوا للصلصه تاعنا. شوفوا البنات الصلصه بعد ما كانت طيب شوفوا كيف نتحصلوا عليها، ما تخليوهاش تنشف بزاف. من بعد الصلصه راح تزيد تكمل طياب في وسط الفرن مع الكويرات تاع السردين. هنا مع الاخير نضيفوا كميه تاع الدبشه، وتقدروا هنا تزيدوا الفلفل الحار ثاني يزيد يعطيها بنه هايله. يعني الفلفل الحار تحطوا حبه كامله تاع الفلفل الحار ما تفسحوش. هنا نجيب بلاطو يدخل لوسط الفرن، نحطوا تقريبا نصف الكميه تاع الصلصه المره الاولى. يعني حطوا كي تشوفوا البلاطو تاعكم متغطى بالصلصه حبسوا علاه. من بعد الصلصه راح نزيدو نحطوها على الوجه تاع الكويرات. هنا نزيدو نضيفوا 2 وريقات تاع الرند يعطي بنا هايله للسردينه. كما قلت لكم هنا تقدروا تحطوا 2 حبات او حبات تاع الفلفل الحار، يعني تخليهم مقفولين وتحطوهم ثاني هكذا مع الصلصه ومع السردينه كي يطيبوا في الفرن يعطيو بنا هايله. نجيو عفوا السردينه تاعنا. شوفوا البنات الكويرات نكوروهم، تقدروا تكوروهم صغار يعني او تحبوا تكوروهم كبار. انا قاعده نكور فيهم بالطريقه كما قاعد تشوفوا فيها في الفيديو. هنا هذه الوصفه تقدروا نتوما تضيفوا كميه تاع البطاطا مقليه في المرحله هذه، يعني البطاطا مقليه تاعكم تقليوها مربعات او ابراج. من بعد هنا تخلطوا الكويرات مع البطاطا مقليه مع الصلصه وتدخلوهم لوسط الفرن ثاني تجي هايله بنينه، خاصه كي تكون عندكم كميه قليله تاع السردينه. يعني زيد تعطي بنا هايله البطاطا مع السردينه مع لاصوص الطوماط، يعني تجي هايله. هنا انا بعد ما حضرت او بعد ما كملت الكويرات تاعي بعد ما كورتهم، شوفوا نزيدو نضيفوا الكميه تاع الصلصه فوق الحبات او فوق الكويرات تاع السردينه. هنا الصلصه تاعكم البنات خليوها خفيفه على السردينه فيها الروز، يعني تزيد تنشف. من بعد الروز هذاك يشرب ندخلوها طيب في وسط الفرن، نخليوها طيب في وسط الفرن حوالي 20 دقيقه. السردينه ما تطولش في الطياب. انا هنا بعد ما دخلتها لوسط الفرن وطابت مده 25 دقيقه. كما قلت لكم ما تخليوهاش طيب بزاف، لو كان تخليوها طيب بزاف السردينه تاعكم راح تجيكم شايحه ما تجيش بنينه. خليوها مده 25 دقيقه. ابداو حسبوا كي تبدا تغلي السردينه تاعكم مده 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه ما تزيدولهاش، يعني راهي مده كافيه باه طيب السردينه تاعكم. هنا بعد انا ما جبت السردينه تاعي من الفرن، شوفوا كيفاه نتحصلوا عليها صدقوني. يعني هاد الكوارات يجيو بنان بزاف، يجيو هايلين. الكميه تاع الروز زيد تعطي بنا التوابل تاني، زيت الزيتون يعطي بنا هايله للسردينه. اللي يحب الحار تقدروا تضيفوا كميه تاع الحار او تقدروا تضيفوا كميه تاع الفلفل الحمار. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. على وصفه بنينه بزاف حبيت نشاركها معكم. يعني انا هذه الوصفه دائما نعتمدها في البيت تاعي، نحضر هذه الوصفه لولادي يحبوها يموتوا عليها. تقدروا تعملوا الكويرات هكذا تاع السردينه وحدهم وتقليوا معاهم البطاطا وتقدموها، او تقدروا البطاطا مقليه تخلطوها مع الكويرات تاع السردين والصلصه وتدخلوهم يطيبوا في وسط الفرن وتقدموها. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. دمتم اوفياء للقناه ومع السلامه.